السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. كتير من الشكاوى والاستشارات اللي بتيجي زوجي اتغير عليا ومبقاش بيعاملني كويس، أو تقول إن هي كرهت زوجها ومش بتحبه وما بقتش بتألفه زي الأول. يا ترى إيه السبب؟ نيجي ندور بعد بقى ما نقعد ندردش كده شوية حلوين ونسأل في الأسباب ومن إمتى وليه وإزاي وإيه الجديد في حياتكم، نكتشف إن الزوجة بتكلم حد على الفيس أو على وسائل التواصل الاجتماعي، أو إن الزوج اتعرف على واحدة جديدة على وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق الشات أو الجروبات أو عن طريق الماسنجر، أيا كانت الوسيلة. المهم إن في شخص جديد في حياة الزوجة أو شخص جديد في حياة الزوج، والشخص الجديد ده بيسمع الطرف الآخر ما يشتهيه وما يتمناه. يعني إذا كان زوج فربنا بيرزقه بشيطانة من شياطين الإنس اللي تسمعه ما لم يسمعه من زوجته وكأنه مخلوق جديد، وكذلك الزوجة ربنا بيرزقها بشيطان من شياطين الإنس يسمعها كلام العاطفة والاهتمام والاحتواء ما لم تسمعه ولم تحصل عليه من زوجها. وهنا بقى بتبدأ القلوب تتغير والعقول تفكر، وهو ده بعينه التخبيب، يعني إفساد علاقة الزوج على الزوجة أو إفساد علاقة الزوجة على زوجها. إذا ربنا سبحانه وتعالى لما نهانا عن التخبيب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من خبب امرأة على زوجها، ولعن الله من خبب رجلا على امرأته. فنخلي بالنا قوي من ان افساد العلاقة بين الزوج والزوجة، سواء كان بمعرفة شيطان من شياطين الانس والجن او بالكلام الغير لائق عن الزوجة، سواء من ام الزوج او من اخت الزوج او من اهل الزوج على الزوجة علشان يفسدوا العلاقة بين الزوج والزوجة، فده يعتبر شكل تاني من اشكال التخبيب او افساد العلاقة بين الزوج والزوجة. خلي بالكم ان كلمة لعن الله، ان اللعن هو الطرد من رحمة الله. فشوفوا، مجرد ان الانسان يحاول ان يفسد العلاقة بين زوج وزوجته او زوجة وزوجها، يدخل الشخص صاحب هذا الافساد في دائرة الطرد من رحمة الله. شكل ثالث بقى من اشكال التخبيب، الزملاء والزميلات اللي في الشغل في العمل المختلط، تلاقي الزوجة بقى بتتكلم عن زوجها بمنتهى الرومانسية، وبيعمل لي وبيجيب لي وبيودي لي، وهم في البيت مش عايزة اقول لكم صوتهم الجيران بتشتكي منه. تقوم زميلتها في العمل تخبب على زوجها وتكره زوجها، وتقعد بقى يعني تقارن ازاي ده بيعمل لها كده وانا محرومة من الحاجات دي، ويقوم هنا يحصل ينزغ الشيطان بينهما بسبب هذا التخبيب الذي اصطنعته الزميلة. بعض الرجالة برضو في الشغل بتقعد تتكلم كلام غريب لا يصدر أو لا يليق أن يصدر من رجل أبدا. زوجتي بتقول لي، زوجتي بتعمل لي، زوجتي بتجيب لي، أهل زوجتي بيعملوا لنا، أخوات زوجتي مش عارف إيه. تبص تلاقي زميله في العمل ساخط وناقم جدا على زوجته اللي ما بيحصلش منها ولا من أهلها الكلام اللي زميله بيتخبب بيه أو بيتباهى بيه لإفساد العلاقة بين زميل وزوجته. فنخلي بالنا قوي ان افساد ذات البين مصيبة او كبيرة من الكبائر اللي ربنا نهانا عنها، ونهانا ان احنا نفسد العلاقة بين زوج وزوجته او زوجة وزوجها. الغريب بقى في الاستشارات اللي بتجيني ان الزوجة اللي بتشتكي ان زوجها على علاقة بزميلة، الزميلة دي مطلقة ومعاها اطفال. طب ما هي لو كانت حلوة وفالحة وبتعرف تقول كلام حلو وتحتوي الرجالة وتستوعب الإنسان اللي مشاركها في حياتها، ما كانتش فشلت في حياتها الزوجية. وإلا هي بتصطاد فريسة جديدة تنصب عليها شراكها علشان تعوض النقص اللي هي فيه أو الخلل اللي هي عاشته أو عايشته لزوجها، علشان تبدأ معاه حياة جديدة على حساب إنسانة مستقرة أو أسرة مستقرة معاهم أطفال كمان. الحاجة الغريبة كمان ان الراجل اللي بيسمع الست، سواء كانت زميلة او عشيقة او فريسة مفترسها من على النت او وسائل التواصل، بيسمعها كلام عمره ما قال لزوجته. ومن اغرب الاستشارات اللي جاتني، زوجة جت بتشتكي ان زوجها على علاقة بواحدة من وسائل التواصل،
ولما فتحت موبايله لقت كلام عمرها ما سمعته، وعمرها ما قال لها كلمة حلوة من الكلام اللي بيقوله ده. اهو بيعرف يقول. فاتفقنا ان هي هتعمل صفحة فيك على الفيس وتدخل له وتحبه وتسمع منه اللي نفسها تسمعه. دخلت فعلا ونجحت ان هي توصل لقلبه، واتفقوا على الجواز اونلاين، ما يعرفش ان هي مراته. وبعدين في اليوم الموعود قالت لي الحقيني يا دكتورة، ده بيقول لي ان احنا هنتجوز ولازم يقابلني عشان نتفق ولازم يشوفني والكلام ده. قلت لها توكلي على الله. انت منتقبة؟ يلا خدي نقابك كده وشد العدة وتوكلي على الله وروحي قابليه شوفي هو عايز ايه. راحت وقعدوا في الكافيه والدنيا زي الفل. بتقول لي اول ما قعدت كده هو شاكك، لا هيئتي وشكلي بتقول انه يعرفني قبل كده. فبيبدأ بقى في الديباجة بتاعة العاطفة وانا مبسوط اني شفتك واللي كان واللي جرى. شدت النقاب بتقول لي لا تتخيلي يا دكتورة كمية العرق والربكة والورطة اللي كان فيها. وبعدين قلب ببكاء، سامحيني حقك عليا. قلت له ما انت بتعرف تقول اهو، ما احنا حلوين وبنحب اهو، ما هو في عاطفة اهو، ما تخليها في الحلال. ليه الحرام دايما بيبقى له طعم عندكم ومستصاغ؟ سبحان الله والحمد لله. من يومها وأتاب وأناب ورجع إلى الله. شكرا ليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.